أسرار وحكايات في فيلم الكيت كات، وفيلم جديد من أفلامنا الحلوة وحكاية فنية جديدة. بس قبل ما نحكي الحكاية رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. الشيخ حسني كان عايش مع عمه وابنه يوسف في حارة من حواري الكيت كات، ورغم فقدانه لبصره ولشغله ولمراته إلا إنه ما فقدش الأمل وما سلمش بإنه أعمى. فكان بيستغل دكانته اللي في البيت اللي سابوه لأبوه عشان يدخن فيه حشيش مع أصحابه ويغني لهم على العود بعد ما فشل في دراسته في الأزهر وفشل في إنه يصبح منشد. وباع بيته اللي ورثه عن أبوه للهرم تاجر المخدرات مقابل مرتب يومي من الحشيش، ما ياخدش فلوس، ياخد حصة معينة من الحشيش اللي بيخبيه في بيت الأسطى حسن ومرافق مراته فتحية. الهرم باع البيت لصبحي الفرارجي اللي حد بيهده عشان يبني مكانه عمارة كبيرة، فساوم عطية صاحب القهوة عشان يسيب له القهوة مقابل خلو رجل، ولما عطية رفض يسيب القهوة سلط عليه صبيانه فطعنوه في رجله فخاف واضطر يبيع القهوة. اكتشف الشيخ حسني ان البنت روايح بتكون جوزها سليمان الصايغ بسبب اهماله ليها، فلجأ له سليمان عشان يدور له على روايح عند امها عواطف، فراح لها الشيخ حسني عشان يرجعها فاكتشف هروبها مع عشقها. نسي الشيخ حسني المهمة اللي كان رايح لها وقعد يفتكر بقى ذكريات الصبا والشباب مع عواطف اما كانوا بيلعبوا عروسه وعريس، واتفقوا يتقابلوا بعد الغدا لما بناتها يخرجوا. اكتشف الشيخ حسني ان ابنه يوسف محبط بعد ما اتخرج من الجامعه وما قدرش يلاقي وظيفه وكان عايز يسافر بره، وعرف ان ابنه يوسف على علاقه بفاطمه المطلقه واللي سابها جوزها العربي بعد ما خد مزاجه منها وسافر وبعت لها ورقه الطلاق. الحاجات دي كلها ما ازعجتوش، لكن اللي ازعجه وضايقه ان يوسف ابنه فشل جنسيا مع فاطمه. راح الشيخ حسني يدور على الهرم في بيت الاسطى حسن اللي بيسهر فيه لكنه ما لقيهوش. طلب يدخل الحمام يقضي حاجته لكن اكتشف ان الهرم كان مستخبي فيه فافتكروا حرامي وكانت فضيحه كبيره جدا. لكن فتحيه مرات الاسطى حسن لبست توب البراءه ورفضت اتهام جوزها ليها بالخيانه فطردته من البيت. وما فشل ضابط المباحث في القبض على الهرم متلبس لانه كان بيخبي المخدرات في بيت فتحيه فلفق له تهمه حشيش وحطه في الحجز. قدر الضابط يقبض على شله الشيخ حسني وهي بتحشش لكن الشيخ حسني قدر يهرب، فافتكر ان الهرم هو اللي بلغ عنه فدخله الحجز بزياره عشان يتاكد منه. وفي الزياره دي قدر الهرم يبدل هدومه في الحجز فافرج عنه وكيل النيابه. بيقابل الشيخ حسني الشيخ عبيد الكفيف ففهمه انه بيشوف وخده معاه للسينما عشان يشوفوا فيلم اجنبي، وفي السينما قعد يشرح له حاجات وهميه ما بتدورش في الفيلم اصلا. وركب معاه فلوكه في النيل لكن صبيان الفرارجي حاولوا يغرقوهم عشان الشيخ حسني يسيب الدكان. مات عم مجاهد بتاع الفول والشيخ حسني عمل له ليله عزاء نام فيها صبي كهربائي ونسي الميكروفون مفتوح. في الوقت ده كان الشيخ حسني بيتكلم عن اسرار الحي كله ففضح الفرارجي والاهواوي والصايغ والمراويح وما خلاش حد في الحاره الا وفضحه. حتى يوسف ابنه اللي نجح اخيرا في علاقته مع فاطمه فضحه برضه هو كمان. وكمان قال عن مكان المخدرات اللي بيخبيها الهرم عند فتحيه فخرج الهرم من عندها بسرعه والحشيش بيقع منه. ركب يوسف موتوسيكل ورا ابوه وقعد يسوقه فوقعوا في النيل لكنهم خرجوا منه بسلامه. فيلم الكيت كات مأخوذ عن روايه ملك الحزين للكاتب الكبير ابراهيم اصلان واتعرض في 9 سبتمبر سنة 1991 ومدته 133 دقيقة. الفيلم بطولة محمود عبد العزيز، أمينة رزق، شريف منير، عايدة رياض، نجاح الموجي، علي حسنين، ومن إخراج داوود عبد السيد. واحتل المركز 24 في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وحصل على الجائزة الذهبية لأحسن فيلم في مهرجان دمشق السينمائي الدولي سنة 91. فيلم الكيت كات استقبله الجمهور والنقاد باهتمام فاق كل تصور، واستمر عرضه الجماهيري أكثر من 20 أسبوع، ده بالإضافة للتقدير الفني في الصحافة والمهرجانات. اشترك في عدة مهرجانات محلية ودولية منها مهرجان اسكندرية اللي حصل فيها على جائزة أفضل ممثل وسيناريو وتصوير وديكور، وفي مهرجان دمشق الدولي حصل على جائزة السيف الذهبي مناصفة مع فيلم كوبي، كذلك فاز بجائزة أفضل ممثل. أما مهرجان جمعية الفيلم فأهداه 8 جوائز وهي أفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل مونتاج، أفضل موسيقى، وأفضل ديكور، وكمان أفضل ملصق إعلاني. الفيلم بيقدم رسالة حقيقية إن العمى مش عمى البصر ولكنه عمى البصيرة، فالشيخ حسني الكفيف طول الفيلم بيرفض تماما التسليم بعجزه أو إنه أعمى، وبيتعامل مع الناس على إنه بيشوف زيهم. بالنسبة للرواية تحديدا فنلاقي إن جميع أبطال الفيلم والرواية عايشهم الكاتب إبراهيم أصلان بنفسه خلال فترة إقامته في الكيت كات. بطل الرواية الحقيقي اللي كتبها إبراهيم أصلان هو يوسف ابنه مش الشيخ حسني.
الشيخ حسني الحقيقي كان الأول على دفعته في معهد الموسيقى العربية، وتسبب إدمانه للحشيش في طرده من المدرسة اللي اشتغل مدرس فيها بحسب تصريحات إبراهيم أصلان نفسه. لكن المخرج داود عبد السيد قال في تصريحات صحفية إنه حول بطل الرواية في الفيلم عشان يبقى الشيخ حسني بدل من يوسف، لأن شخصية الشيخ حسني استغرقته أكتر من يوسف. دور يوسف ابن الشيخ حسني كان مرشح له الفنان ممدوح عبد العليم، لكنه اشترط كتابة اسمه بعد محمود عبد العزيز مباشرة وبنفس حجم الخط، وطبعا ده ما كانش ممكن، فاتنقل الدور لشريف منير. معظم مشاهد الفيلم تم تصويرها في حي الكتكات، لأن مفيش منتج رضي يبني ديكور حارة متكامل للتصوير فيها، وقعد داود عبد السيد يدور على منتج للفيلم لمدة 5 سنين. واحد من المنتجين وافق على إنتاج الفيلم بشرط إن يقوم بالبطولة الفنان عادل إمام، لكن المخرج رفض لأن أثناء كتابة السيناريو والمعالجة السينمائية كان في ذهنه محمود عبد العزيز. الفيلم شاف ظهور أغلب أهالي حي الكتكات إلا بطل الفيلم الرئيسي عبد المحسن موسى، وده اسمه الحقيقي بدل الشيخ حسني. الكاتب إبراهيم أصلان بعد صدور الرواية دي أصدر كتاب بعنوان شيء من هذا القبيل. كشف في الكتاب اللي حصل بعد المشهد الأخير للشيخ حسني، واللي فضح فيه أهالي الحارة ومصير الشخصيات الحقيقية في الرواية. فمنهم إن الشيخ حسني نفسه ساب الحارة ونقل لبولاق وعاش هناك بعيد عن عيون الناس اللي يعرفوه في إمبابة والكتكات لغاية ما مات. أما الهرم تاجر المخدرات فطالب شركة الإنتاج بمكافأة 20 جنيه حق استغلال اسمه في الفيلم، وبعد وفاة مراته ربى دقنه وبدأ يلف حوالي إمبابة بيدعو الناس للخروج لصلاة الفجر يوميا، ومجرد ما تبدأ الصلاة يرجع بيته ما يصليش. وهنا وصلنا لنهاية فيلم الكتكات. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.